السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا أخيرا وبعد الإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي أمام منتخب كبير وعظيم وهو منتخب البرازيل، إذا أخيرا خرج التنقيط الخاص باللاعبين المغاربة والبرازيليين، وذلك حسب الموقع العربي وهو موقع عالمي، وحسب بناء على إحصائيات موقع سوفا سكور. إذا هذا التنقيط جاء بعد الفوز التاريخي للمنتخب المغربي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، وبذلك يكون أول منتخب عربي يحقق الفوز على المنتخب البرازيلي وثاني منتخب إفريقي. إذا إنجاز ومسيرة متميزة هي التي قام بها المنتخب المغربي خلال 4 أشهر الأخيرة، حيث هزم منتخبات كبيرة كبلجيكا وكندا وإسبانيا والبرتغال، وأضاف خصما أخيرا وهزيمة قاسية للمنتخب البرازيلي. إذا من أبرز لحظات المباراة كانت هذا التيفو الرائع. ونبدأ بأهم التنقيطات، وجاء في أقل تنقيط هو الحارس بونو ب6 نقط. إذا للأسف رغم أن بونو لعب مباراة كبيرة، إلا أن التنقيط لم ينصف، حيث أعطاه 6 نقط فقط، وذلك بناء على الأخطاء التي قام بها الحارس. إذا بالنسبة للسايس تم إعطاؤه 7.2 نقطة من 10، وذلك نظرا للمجهودات المتميزة التي قام بها. إذا نفس الشيء بالنسبة للاعب أكراد، حيث تم منحه 7.2 نفس نقطة سايس، وقد كان بمثابة دينامو الخاص بالمنتخب المغربي. أما المايسترو حكيمي فقد تم إعطاؤه 7.1، وذلك بناء على مجهوداته الجبارة في قلب الدفاع وحتى في الهجوم، حيث لعب دور دفاعي وهجومي. أما بالنسبة لمزراوي فقد تم منحه 6.9 رغم مجهوداته الكبيرة. إذا حجرة الدفاع وصخرة الدفاع مرابط تم منحه تقريبا ثاني أعلى تقييم، وهو 7.3 حيث لم يتوقف عن العدو خلال المباراة بأكملها. أما بالنسبة للأناحي فتم منحه 6.8. أخنوس تقريبا 6.4. أما الكابتن ماجد الخاص بالمغرب كما أحب أن أسميه فهو فزياش، حصل على 6.6. في نظري كان يستحق أكثر من ذلك رغم إضاعته للعديد من المحاولات. بالنسبة للنصيري 6.7. وآخر لاعب هو بوفال، حيث حصل على 7.5، وهو أعلى تنقيط منحته هذه الإدارة للاعب مغربي خلال مباراة المغرب والبرازيل. أما بالنسبة الصحافة البرازيلية فقد هاجموا المنتخب البرازيلي، وقالوا أن الأداء دون المستوى المطلوب، وحملوا مسؤولية الخسارة للمدرب. إذا هذا كل ما يتعلق بتنقيط المنتخب المغربي ضد نظيره البرازيلي.